السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة إن شاء الله هيبقى مراجعة نهائية لمنهج التاريخ سنة تالتة إعدادي. بإذن الله في فيديو النهاردة هنحل شوية أسئلة. بإذن الله الامتحان مش هيخرج عنها. المهم أنت بس تكون مركز. نظام الامتحانات الجديد ده بقى عايز فهم أكتر ما عايز حفظ، وتكون مركز في الامتحان ومركز في الأسئلة اللي احنا هنقولها دي. بإذن الله الامتحان مش هيخرج عنها. فجهز كده كوباية الشاي الجميلة، وانزل اعمل لايك وشير واشتراك في القناة، ونبدأ. يلا نبدأ بأول أسئلة معانا، وهي اختر الإجابة الصحيحة ما بين الأقواس. أول سؤال معانا: صارت مصر ولاية عثمانية بعد معركة ديو البحرية، ولا جلديران، ولا مرج دابق، ولا الريدانية، ولا شبرخيت؟ لا، هي صارت مصر ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية. تاني سؤال معانا: كان حفر ترعة نقط شرطا من شروط امتياز حفر قناة السويس. ترعة الإبراهيمية، المحمودية، النوبارية، الإسماعيلية؟ لا، كانت الترعة اللي كانت شرط من شروط امتياز حفر قناة السويس هي ترعة الإسماعيلية. السؤال اللي بعده: قامت في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا دولة الأيوبية، المماليك، الصفوية، العثمانية؟ الإجابة هي دولة المماليك. دولة المماليك قامت في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا. تم إنشاء دار الكتب في عهد دار الكتب تم إنشائها في عهد مين؟ هل هو محمد علي، ولا سعيد باشا، ولا الخديوي إسماعيل، ولا عباس الأول؟ لا، دار الكتب تم إنشائها في عهد الخديوي إسماعيل. تحطم الأسطول المملوكي عام 1509 في معركة الريدانية، ديو البحرية، أبو قير البحرية، جلديران البحرية؟ الأسطول المملوكي اللي اتحطم سنة 1509، تركزوا على التواريخ برضو، في معركة ديو البحرية. أرسلت نقط بعثة كييف إلى مصر سنة 1875. مين اللي أرسلت بعثة كييف إلى مصر؟ هل فرنسا، ولا بريطانيا، ولا ألمانيا، ولا إيطاليا؟ لا، اللي أرسلت بعثة كييف إلى مصر هي بريطانيا. اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح. مين اللي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح؟ الأوروبيين، ولا العثمانيين، ولا الفرنسيين، ولا البرتغاليين؟ لا، اللي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح هم البرتغاليين. تم إنشاء مصلحة الإحصاء والمساحة في عهد عباس الأول، ولا سعيد، ولا الخديوي إسماعيل، ولا الخديوي توفيق؟ لا، تم إنشاء مصلحة الإحصاء والمساحة في عهد الخديوي إسماعيل. السؤال اللي بعده: انتصر العثمانيين على المماليك عام 1516 في موقعة ديو البحرية، ولا مرج دابق، ولا الريدانية، ولا شبرخيت؟ 1516 دي والعثمانيين انتصروا على المماليك موقعة مرج دابق. مين اللي منح ديليسيبس امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس؟ سعيد باشا، ولا إسماعيل، ولا إبراهيم، ولا توفيق؟ لا، اللي منح ديليسيبس امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس هو سعيد باشا. فشلت حركة علي بيك الكبير وعادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم. بعد فشل حركة علي بيك الكبير، عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم مين؟ محمد بيك أبو الدهب، ولا الشيخ ظاهر العمر، ولا محمد قريب، ولا محمد بيك الألفي؟ لا، تحت حكم محمد بيك أبو الدهب. تم إتمام إنشاء الخط الحديدي بين القاهرة والسويس في عهد عباس باشا، ولا سعيد باشا، ولا إسماعيل باشا، ولا توفيق باشا؟ لا، الخط تم الانتهاء من إنشائه وإتمامه في عهد سعيد باشا. دخل الفرنسيون مصر عقب موقعة الفرنسيين دخلوا مصر عقب موقعة إمبابة. هم يدينا في الاختيارات: شبرخيت، الريدانية، إمبابة، مرج دابة. الفرنسيين دخلوا على طول، تقوم راح باصص على موقعة إمبابة. تم نفي زعماء الثورة العربية إلى جزيرة نقط في الهند: جزيرة قبرص، ولا جزيرة مالطا، ولا سيلان، ولا سيشل؟ لا، هم اتنفوا لجزيرة سيلان. اتبع أهالي نقط حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين. مين اللي اتبعوا الحرب دي؟ هل أهالي القاهرة، ولا أهالي اسكندرية، ولا أهالي رشيد، ولا أهالي الصعيد؟ اللي اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة أهالي الصعيد. صمد بقوته أمام القوات البريطانية إلى أن استشهد هو ومعظم رجاله. مين ده؟ هل هو أحمد عرابي، ولا محمود سامي البارودي، ولا مصطفى كامل، ولا محمد عبيد؟ محمد عبيد هو اللي صمد بقوته أمام القوات البريطانية لحد ما استشهد هو ومعظم الرجال اللي كانوا معاه. واجهت الحملة الفرنسية
أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية الآثار المصرية، خيرات وادي النيل، موقع مصر الجغرافي، المستعمرات البريطانية. أكيد موقع مصر الجغرافي. وجهت الحملة الفرنسية أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية موقع مصر الجغرافي. دعت الدول العظمى عام 1882 لعقد مؤتمر إيه بقى اللي الدول العظمى دعت إليه 1880؟ مؤتمر باريس، مونتيرو، مؤتمر الصلح، مؤتمر الأستانة. الإجابة هي مؤتمر الأستانة. بعد معركة إمبابة هرب مراد بيك إلى الشام، الصعيد، الحجاز، اسكندرية. بعد معركة إمبابة مراد بيك هرب إلى الصعيد. اعتقل زعماء الثورة العرابية الذين أيدوها ما عدا خطيب الثورة هو محمد عبيد، محمود سامي البارودي، عبد الله النديم، محمد عبده. الإجابة هي عبد الله النديم. قتل سليمان الحلبي القائد الفرنسي. سليمان الحلبي قتل مين؟ قتل القائد الفرنسي مينو ولا كليبر ولا نابليون بونابرت ولا بوشار؟ لا، سليمان الحلبي قتل كليبر. السؤال اللي بعده: بعد حوادث الإسكندرية 11 يونيو 1882 تشكلت وزارة برئاسة توفيق ولا شريف باشا ولا رياض باشا ولا راغب باشا؟ بعد أحداث اسكندرية 11 يونيو 1882 تشكلت وزارة برئاسة راغب باشا. زعيم الثورة العربية. بص مش محتاج، طفل في ابتدائي يحلها. أحمد عرابي. مديلك الاختيارات: أحمد عرابي، محمود سامي البارودي، مصطفى كامل، محمد عبيد، أحمد عرابي. بدأ نابليون فرض الضرائب على المصريين بعد نابليون بقى بدأ يفرض الضرائب الباهظة على المصريين بعد إيه؟ بعد ثورة القاهرة الأولى ولا بعد موقعة إمبابة ولا موقعة أبو قير البحرية ولا موقعة أبو قير البرية؟ بعد موقعة أبو قير البحرية. قام محمد علي بخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف ونفيه إلى مدينة. نفاه مدينة إيه؟ أسوان ولا أسيوط ولا دمياط ولا رشيد؟ لا، عمر مكرم اتنفى لمدينة دمياط. تم عقد اتفاق ودي بين دولتين عام 1904. إيه الدولتين اللي تم عقد اتفاق ودي بينهم عام 1904؟ تركيا وفرنسا ولا إنجلترا وألمانيا ولا إنجلترا وتركيا ولا إنجلترا وفرنسا؟ لا، الإجابة هي إنجلترا وفرنسا اللي تم عقد الاتفاق بينهم عام 1904. أصدر السلطان العثماني في يوليو 1806 فرمان بنقل محمد علي واليا على جدة ولا سالونيك ولا عكا ولا المدينة المنورة؟ لا، نقل إن محمد علي يصبح واليا على سالونيك. تخلى الخديوي عن تأييده الحركة الوطنية أثناء كفاح محمد فريد. مين اللي تخلى عن تأييد الحركة الوطنية؟ هل إسماعيل ولا عباس حلمي الثاني ولا توفيق ولا أحمد فريد الثاني؟ لا، اللي تخلى الخديوي عباس حلمي الثاني عن تأييده الحركة الوطنية أثناء كفاح محمد فريد. سعت بريطانيا إلى تولية نقط حكم مصر. بريطانيا كانت عايزة مين يمسك حكم مصر؟ محمد علي ولا خورشيد باشا ولا عمر مكرم ولا محمد بيك الألفي؟ بريطانيا سعت لتولية محمد بيك الألفي في حكم مصر. أسس الزعيم مصطفى كامل عام 1900 جريدة المؤيد، العروة الوسطى، اللواء، الوطن. أسس جريدة اللواء. جاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ. مين اللي جاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ عشان يكسبهم في صفه ويظهر قدام الناس إن هو عايز يحل مشاكلهم؟ هل محمد علي ولا خورشيد باشا ولا السلطان العثماني ولا محمد بيك الألفي؟ لا، اللي جاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ هو محمد علي. نجح في إجبار الحكومة على رفض مد امتياز قناة السويس. مين اللي نجح في كده؟ محمد فريد. محمد فريد هو اللي نجح في إجبار الحكومة المصرية على رفض مد امتياز قناة السويس. تخلص محمد علي من المماليك فيه. خلص من المماليك في إيه؟ موقعة مشهورة قوي بيها. تخلص منهم عن طريق نفيهم خارج البلاد ولا مذبحة القلعة ولا حملة فريزر ولا التفاوض معهم؟ لا، كلنا عارفين محمد علي تخلص منهم عن طريق مذبحة القلعة. عقدت مصر مع إنجلترا اتفاقية الحكم الثنائي لحكم عام 1899. لحكم إيه عام 1899؟ لحكم مصر ولا لحكم السودان ولا ليبيا ولا العراق؟ لا، عقدت مصر مع إنجلترا اتفاقية الحكم الثنائي لحكم السودان.
أصدر فرمان بنقل محمد علي إلى سالونيك. مين اللي أصدر فرمان بنقل محمد علي إلى سالونيك؟ لسه حالين حاجة شبهها فوق. مين؟ السلطان العثماني ولا المماليك ولا حملة فريزر ولا الزعامة الشعبية؟ فرمان يبقى خلاص السلطان العثماني. تم تأسيس الحزب الوطني عام 1907 على يد حزب الوطني. تأسس على يد مين؟ مصطفى النحاس ولا سعد زغلول ولا محمد فريد ولا مصطفى كامل؟ الحزب الوطني تأسس على يد مصطفى كامل عام 1907. انتهت حرب المورا بضم جزيرة نقط إلى مصر: سيلان، مالطا، مقدونيا، كريت. انتهت حرب المورا بضم جزيرة كريت إلى مصر. أدت حادثة مقتل الحاكم العام للسودان لاستقالة وزارة سعد زغلول باشا ولا نور باشا ولا رياض باشا ولا الشريف باشا؟ لا، حادثة مقتل الحاكم العام للسودان أدت لاستقالة وزارة سعد زغلول باشا. تضاءل نفوذ علماء الأزهر بشكل واضح في عهد البرديسي، خورشيد، علي بك الكبير، محمد علي. لا، تضاءل نفوذ علماء الأزهر بشكل واضح جدا في عهد محمد علي. تم نفي سعد زغلول المرة الثانية إلى جزيرة سيشل، رودوس، سيلان، صقلية. تم نفي المرة الثانية إلى جزيرة سيشل. بدأ محمد علي بتجنيد. محمد علي بدأ يجند مين؟ المصريين، السودانيين، المماليك، العثمانيين. الإجابة هي السودانيين. بدأ محمد علي بتجنيد السودانيين. شكل دستور 1930. مين اللي أسس وشكل دستور 1930؟ هل هو إسماعيل صدقي ولا عبد الخالق ثروت ولا عادل يكن ولا زيور باشا؟ اللي أسس دستور 1930 إسماعيل صدقي. أصدر محمد علي عام 1837 لائحة لتنظيم الإدارة إلى 7 دواوين. تجيب لك في الاختيارات 3 6 9 5 3 ولا 4 ولا 7 دواوين. خلف سعد زغلول في رئاسة حزب الوفد. مين اللي خلف سعد زغلول في رئاسة حزب الوفد؟ مين اللي جه ومسك رئاسة حزب الوفد بعد سعد زغلول؟ محمد فريد ولا مصطفى النحاس ولا عادل يكن ولا النقراشي باشا؟ لا، اللي مسك رئاسة الحزب بعد سعد زغلول هو مصطفى النحاس. من الطبقات الاجتماعية التي ظهرت في ظل نظام الاحتكار هي طبقة علماء الأزهر أو التجار ولا المماليك ولا الأعيان؟ لا، الطبقة الاجتماعية اللي ظهرت بشكل واضح في ظل نظام الاحتكار هي طبقة الأعيان. اعترفت بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة بمقتضى لجنة ميلنر ولا تصريح 28 فبراير 1922 ولا معاهدة 1936 ولا حادثة 4 فبراير 1942؟ لا، اعترفت بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات السيادة بمقتضى تصريح 28 فبراير 1922. أصبحت لمصر مكانة دولية بعد حروب محمد علي في الشام ولا الحجاز ولا اليونان ولا السودان؟ لا، أصبحت لمصر مكانة دولية بعد حروب محمد علي في اليونان. قدم استقالته بعد فشل مفاوضاته مع كيرزون. مين اللي قدم استقالته بعد فشل المفاوضات بتاعته مع كيرزون؟ عبد الخالق ثروت ولا عادل يكن ولا اسماعيل صدقي ولا مصطفى النحاس؟ لا، اللي قدم استقالته هو عادل يكن. تراوحت مدة بقاء الوالي من سنة إلى كام سنة؟ من سنة لكام سنة؟ هل من سنة ل3 ولا من سنة ل4 ولا من سنة ل5 ولا من سنة ل7؟ لا، هي تراوحت من سنة ل3 سنوات. اتجه سليم الأول بفتوحاته في بداية القرن الستاشر نحو. سليم الأول اتجه فين؟ هل نحو الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب؟ اتجه نحو الشرق. كسب عطف الشعب وثقة زعماء. مين؟ عمر مكرم ولا محمد علي ولا مينو ولا فريزر؟ لأن كسب عطف الشعب وحاول يتقرب منهم وكان واقف معاهم في البداية محمد علي. من الطبقات الاجتماعية التي ظهرت في ظل نظام الاحتكار طبقة، لسه حالين سؤال شبهها فوق: علماء الأزهر ولا التجار ولا المماليك ولا الأعيان؟ لا، الطبقة الاجتماعية اللي ظهرت في ظل نظام الاحتكار هي طبقة الأعيان. صارت مصر ولاية عثمانية بعد معركة جلدران، الريدانية، مرج دابق، ديو البحرية. مصر بقت ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية. بعد معركة إمبابة فر مراد بيك بقى فر فين بعد معركة إمبابة؟ الشام، الصعيد، الحجاز، اسكندرية. فر مراد بيك إلى الصعيد.
تم نفي السيد عمر مكرم إلى، حلينا سؤال شبه فوق، السيد عمر مكرم نفى أسيوط ولا رشيد ولا دمياط ولا أسوان؟ نفى بدمياط. أرسلت بريطانيا حملة إلى مصر بقيادة، مش قايل الاختيارات، هي بقيادة فريزر. الاختيارات جايب لك مينو، الألفي، ديبوي. قيادة فريزر. قائد ثورة القاهرة الثانية، مين تولى قيادة ثورة القاهرة الثانية؟ هل نابليون بونابرت، كليبر، عمر مكرم، مينو؟ ده اللي هو من الأسامي بس كده مش اختيارات، حد طفل هيحلها. قائد ثورة القاهرة الثانية عمر مكرم. أصدر السلطان العثماني فرمان بنقل محمد علي إلى، السلطان العثماني أصدر فرمان بنقل محمد علي إلى جدة ولا سالونيك ولا عكا ولا حجاز؟ نقل محمد علي إلى سالونيك. قتل سليمان الحلبي القائد الفرنسي، مينو ولا نابليون ولا كليبر ولا بوشار؟ لا، سليمان الحلبي قتل كليبر. الاثنين بعد كده للسؤال اللي بعده، وهو ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة أو خطأ أمام العبارة الخاطئة مع التصويت. ونبدأ بأول سؤال. عاشت مصر في ظل الحكم العثماني حياة اجتماعية متوازنة؟ لا، الحياة الاجتماعية في مصر ما كانتش متوازنة، يبقى الإجابة غلط. عاشت مصر في ظل الحكم العثماني حياة اجتماعية غير متوازنة. بدأت الأزمة المالية في مصر في عهد الخديوي إسماعيل؟ لا، الأزمة المالية بدأت في مصر في عهد الخديوي سعيد باشا، يبقى غلط. هزمت جيوش تومان باي في موقعة مرج دابق؟ لا، غلط. جيوش توماي باي اتهزمت في موقعة الريدانية. شهد عصر عباس الأول توقف حركة النهضة اللي ظهرت في عهد محمد علي؟ صح. السؤال اللي بعده، تحطم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية عام 1509؟ صح. الأسطول المملوكي تحطم في معركة ديو البحرية عام 1509. منحت الدولة العثمانية رعاية بعض الدول الأوروبية امتيازات أجنبية؟ صح ولا غلط؟ صح. تراوحت مدة حكم الوالي بين عام إلى 3 أعوام؟ لسه حالتنا في الاختيارات، من سنة ل3 سنين. صح. أصبح التجنيد إجباريا في عهد سعيد باشا؟ صح. يجي يقول لك أصبح التجنيد إجباريا في عهد محمد علي؟ لا، التجنيد بدأ إجباري في عهد سعيد باشا الأول. انتصر السلطان سليم الأول على الصفويين عام 1514 في موقعة الريدانية. كل حاجة صح، بس السلطان سليم ما انتصرش على الصفويين، ده انتصر على المماليك في موقعة الريدانية 1514. يبقى غلط، انتصر السلطان سليم الأول على المماليك عام 1514 في موقعة الريدانية. كانت الوزارة المختلطة عام 1878 برئاسة شريف باشا؟ لا، الوزارة المختلطة عام 1878 كانت برئاسة نزار باشا. غلط. عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم محمد بيك أبو الدهب بعد فشل علي بيك؟ مش شايف حاجة غلط، كله تمام، يبقى صح. تحسنت أحوال الفلاحين في عهد سعيد؟ صح، تحسنت. أبحرت الحملة الفرنسية على مصر من ميناء مارسيليا سرا؟ لا، غلط، هي أبحرت من ميناء تولون. عقد ممثلو الدول العظمى مؤتمر الأستانة للنظر في المسألة المصرية؟ صح. واجه أهالي الإسكندرية الحملة الفرنسية بزعامة السيد محمد كريم؟ مش غلط، صح. الظروف الدولية ساعدت على فشل الثورة العربية؟ طبعا من الأسباب اللي أدت إلى فشل، وساعدت بنسبة كبيرة على فشل الثورة العربية. حققت الحملة الفرنسية أهداف الاستعمارية في مصر؟ لا، غلط. فشلت الحملة الفرنسية في تحقيق أهداف الاستعمارية في مصر. كلف الخديوي توفيق شريف باشا بتأليف وزارة جديدة في يونيو 1882. لا، الخديوي توفيق كلف راغب باشا بتأليف وزارة جديدة في يونيو 1882. يبقى غلط، راغب مش شريف. وضع مينو خطة إصلاح اقتصادية وقضائية لمصر؟ صح. اختارت بريطانيا جزيرة سيلان بالهند منفى لزعماء الثورة العربية؟ صح. استخدم المماليك المدافع والمعدات الحديثة في مواجهة القوات الفرنسية؟ غلط، ده كانت أسلحتهم بدائية، الفرنسيين هم اللي كانوا مستخدمين المدافع والمعدات الحديثة. تنسب الثورة العربية إلى الزعيم سعد زغلول باشا؟ غلط، الثورة العربية تنسب إلى الزعيم أحمد عرابي. كان حي بولاق مقر لقيادة ثورة القاهرة الأولى أكتوبر 1798؟ لا، اللي كان مقر لقيادة ثورة القاهرة الأولى الأزهر الشريف، يبقى غلط، مش حي بولاق، والأزهر الشريف اللي كان مقر القيادة. أدرك الخديوي توفيق منذ بداية حكمه ازدياد قوة الإنجليز؟ صح. شهدت مصر حالة من الاستقرار السياسي منذ خروج الحملة الفرنسية؟ ما كانش في أي استقرار سياسي، كان في فوضى سياسية، يبقى غلط.
شهدت مصر حالة من الفوضى السياسية. تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى النحاس. انت لحد مصطفى صح بس مش النحاس، يبقى تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل مش النحاس. جاهر السلطان العثماني بالانضمام إلى المشايخ والعلماء. اللي جاهر بالانضمام إلى المشايخ والعلماء لسه حللنا في اختر هو محمد علي، يبقى غلط. اللي جاهر بالانضمام ليهم محمد علي. تولى الزعيم مصطفى كامل قيادة الحركة الوطنية في أواخر القرن التاسع عشر. صح. جاءت حملة فريزر 1807 لحد دلوقتي ماشيين صح لتثبيت محمد علي في حكم مصر. هذا الغلط. لا، الحملة جاية عشان تطرد محمد علي من حكم مصر، يبقى غلط مش تثبيت، ده خلع أو طرد محمد علي من حكم مصر. دعا مصطفى كامل إلى تحقيق الوحدة الوطنية. صح. فين الغلط؟ مفيش غلط صح. تخلص محمد علي من المماليك بطردهم ونفيهم خارج البلاد. لا، محمد علي تخلص منهم بقتلهم في الموقعة الشهيرة اللي كلنا عارفينها، مذبحة القلعة. ده غلط. تخلص محمد علي من المماليك مذبحة القلعة قتلهم، إلا إن في واحد بس هو اللي هرب. عارض محمد فريد مشروع مد امتياز قناة السويس 40 عام مرة كمان. أيوة فعلا عارض، يبقى مفيش حاجة كده كله مظبوط يبقى صح. عمل محمد علي على حرمان الزعامة الشعبية من تولي المناصب الرفيعة. لا، محمد علي كان مركز ساعتها مع المماليك، وكان مركز إن هو ما يبقاش فيه أي مملوكي ماسك منصب رفيع في الدولة، يبقى غلط. عمل محمد علي على حرمان المماليك من تولي المناصب الرفيعة. استغل مصطفى كامل حادثة دونشواي 1906 للتنديد بالاحتلال الفرنسي. الفرنسي مين يا عم الحاج؟ ده الاحتلال البريطاني، يبقى غلط. استغل مصطفى كامل حادثة دونشواي 1906 للتنديد بالاحتلال البريطاني. أصدر السلطان العثماني فرمان بعزل خورشيد باشا في يوليو 1805. مفيش حاجة غلط كله تمام صح. اهتم الزعيم مصطفى كامل بالدعوة إلى نشر التعليم، وتبلور ذلك في إنشاء جمعية مصر الفتاة. لا، تبلور ذلك في إنشاء جمعية الجامعة المصرية. الاهتمام بالجيش كان محور سياسة محمد علي الإصلاحية. صح، محمد علي كان مركز على الجيش. اقتصرت ثورة 1919 على القاهرة. لا، ثورة 1919 امتدت لجميع المدن والأقاليم، يبقى غلط. نمت فكرة انفصال محمد علي عن الدولة العثمانية أثناء الحروب الوهابية. لا غلط، نمت الفكرة دي أثناء حروب اليونان. ترتب على معاهدة 1936 احتلال مصر عسكريا. لا، انتهاء الاحتلال بتاع مصر عسكريا، يبقى غلط. انتهاء احتلال مصر عسكريا. اعتمد محمد علي في بداية تكوين الجيش على الجنود السودانيين. صح. تعتبر ثورة 1919 ثورة شعبية خالصة. صح مش غلط. ألغى محمد علي نظام الالتزام وطبق الاحتكار في كل مجالات الاقتصاد. صح. تألف الوفد المصري عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945. لا، بعد الحرب العالمية الأولى. تألف الوفد المصري عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى. انتهت توسعات محمد علي الخارجية بمقتضى معاهدة لندن 1840. صح. رحب الشعب المصري بمشروع المعاهدة بإسعاد زغلول ومنر. لا، ما رحبش، ده الشعب كان رافض، يبقى غلط. أنشأ محمد علي المدارس الحديثة ومنها الزراعة. صح. قامت إنجلترا بإقالة السير وينجت وعينت مكانه الجنرال ليمبي عقب ثورة 1919. صح. تعرضت دولة المماليك للتدهور الاقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح. صح. تولى سعيد باشا حكم مصر في الفترة من 1848 ل 1854. لا، ده مش سعيد باشا، ده عباس باشا الأول، يبقى غلط. تولى عباس باشا الأول حكم مصر من 1848 ل 1854. هزمت جيوش تومان باي في معركة الميدانية 1517. صح. عقد سعيد باشا أول قرض مع أحد البنوك البريطانية عام 1862. مفيش غلط كله تمام صح. تجنب السلطان العثماني الصدام مع الدول الأوروبية. صح. المراقبة الثنائية كانت بمثابة خزانة فرعية الخزانة العامة. ما كانتش خزانة فرعية، كانت بمثابة صندوق الدين. انتهى الصدام بين الصفويين والعثمانيين بهزيمة السلطان سليم الأول. لا، ده بانتصار السلطان سليم الأول، يبقى غلط. انتهى الصدام بين الصفويين والعثمانيين بانتصار السلطان سليم الأول. أصدر الخديوي إسماعيل مرسوم بإنشاء صندوق الدين عام 1867. صح. تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام جزء من التنافس الاستعماري بين إنجلترا وفرنسا. مفيش غلط في الجملة كله تمام صح. منح عباس باشا الأول ديليسيبس امتياز حفر قناة السويس. لا، اللي ادى ديليسيبس امتياز حفر قناة السويس هو سعيد باشا، يبقى غلط. منح سعيد باشا الأول، يبقى لا غلط. منح سعيد باشا ديليسيبس امتياز حفر قناة السويس. اصطحب الجيش الفرنسي مجموعة من العلماء في العلوم والفنون لدراسة أحوال مصر. صح. عاد الخديوي توفيق
العمل باللائحة الأساسية لمجلس النواب؟ لا، هو رفض، يبقى غلط. سهلت مذبحة يافا البشرية على نابليون السيطرة على عكا؟ لا غلط، ده صعبت. ده استبسل أهل عكا في الدفاع عن المدينة عشان ما يحصلش معاهم زي اللي حصل في يافا. أدت الأزمة المالية في عهد الخديوي توفيق لسوء الأحوال الاجتماعية؟ صح ومليون صح. كانت نتائج موقعة أبو قير البحرية أثرها على الفرنسيين ولم تؤثر على مصر؟ لا، كان ليها تأثير على مصر برضه، يبقى غلط، أثرت على مصر. اعترفت بريطانيا بمصر دولة مستقلة بعد تصريح 28 فبراير 1922، لسه حالينه من شوية، صح. وجهت الحملة الفرنسية أنظار العالم والدول الأوروبية وخاصة إيطاليا؟ لا، خاصة إنجلترا، يبقى غلط، خاصة إنجلترا. أكد دستور 1923 أن الأمة هي مصدر السلطات؟ صح. كان أول لقاء المماليك بالحملة الفرنسية في مدينة الإسكندرية؟ لا غلط، أول لقاء بينهم كان في مدينة شبرخيت. فرضت فرنسا الحماية على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى؟ لا غلط، اللي فرضت الحماية على مصر هي إنجلترا. التقت الحملة الفرنسية بقوات المماليك بالقرب من إمبابة في البحيرة؟ لا، التقت الحملة الفرنسية بالمماليك بالقرب من، لسه حالينا من شوية من السؤال اللي قبل اللي فات، قرب من شبرخيت. شارك في أحداث ثورة 1919 جميع فئات الشعب؟ صح. شكل سعد زغلول أول وزارة برلمانية في يناير 1924؟ صح. جاهر محمد علي بالانضمام إلى المشايخ والعلماء أثناء ثورة مارس؟ صح. أعطي دستور 1930 الشعب المصري المزيد من الرقابة على الحكومة والملك؟ لا، دستور 1930 ادى الملك المزيد من الرقابة على الحكومة مش للشعب المصري. كان عام 1805 أول مرة يتم تولية والي بإرادة الشعب؟ صح. وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس باشا معاهدة 1936؟ مش شايف غلط، كله تمام صح. تضاءل نفوذ العلماء الأزهر والقيادات الشعبية في عهد محمد علي؟ حلينا السؤالين ده، عدى علينا مرتين، صح. تألف الوفد المصري برئاسة محمد فريد لعرض المطالب على مؤتمر الصلح؟ غلط، تألف الوفد المصري برئاسة سعد زغلول. عمل محمد علي على تولية الزعامة الشعبية مناصب الرفيعة؟ لا، محمد علي كان مركز، قلنا ايه من شوية، كان مركز على المماليك، يبقى غلط. عمل على حرمان المماليك من تولية المناصب الرفيعة. أجريت الانتخابات العامة في مصر طبقا لدستور 1923 وحصل الحزب الوطني على الأغلبية؟ لا، حصل حزب الوفد على الأغلبية، يبقى غلط، اللي حصل على الأغلبية هو حزب الوفد. نتنقل بعد كده على السؤال الثالث، وهو اكتب ما تشير إليه العبارة. أول سؤال معانا: انتفاع الفلاح بزراعة الأرض وليس له حق التصرف فيها، ده إيه؟ حق الانتفاع. يبقى حق الانتفاع هو جاي اهو، شوف أول كلمة انتفاع، خلاص هو حق الانتفاع، هو انتفاع الفلاح بزراعة الأرض وليس له حق التصرف فيها. تسهيلات منحتها الدولة العثمانية لرعاية بعض الدول الأوروبية، كنا لسه قايلينها فوق من شوية، الامتيازات الأجنبية. معركة تحولت بعدها مصر إلى ولاية عثمانية، معركة الريدانية. توقفت في عهده حركة النهضة التي ظهرت في عصر محمد علي. مين اللي حركة النهضة توقفت في عهده؟ عباس الأول. توقفت في عهد عباس باشا حركة النهضة اللي ظهرت في عصر محمد علي. رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل، دي ايه؟ جلاء. يبقى كلمة جلاء يعني ايه؟ هي رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. هو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، دي يعني ايه؟ احتلال. يبقى معنى كلمة احتلال هو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. رفض الشعوب الاحتلال ومظاهره ودفع عن البلاد بمختلف الوسائل، دي هي ايه؟ مقاومة. يبقى مقاومة هي رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفع عن البلاد بمختلف الوسائل. السؤال اللي بعده: مذكرة طالبت بإقالة البارودي وإبعاد عرابي وزملائه خارج البلاد، المذكرة المشتركة الثانية. يبقى المذكرة اللي طالبت بإقالة البارودي وإبعاد عرابي وزملائه خارج البلاد المذكرة المشتركة الثانية. أمر سلطاني من قبل سلطان الدولة العثمانية واجب التنفيذ، الكلمة دي إيه؟ فرمان. يبقى معنى فرمان هو أمر سلطاني من قبل السلطان العثماني واجب التنفيذ. اتفاق عقد ما بين انجلترا وفرنسا، انفردت انجلترا بحكم مصر وفرنسا بحكم مراكش، ده ايه؟ ده الاتفاق الودي. الاتفاق الودي هو اتفاق عقد بين انجلترا وفرنسا، انفردت انجلترا بحكم مصر وانفردت فرنسا بحكم مراكش. حملة جاءت لخلع محمد علي من حكم مصر عام 1807، دي خلاص بقت معروفة، خلاص بقى حملة فريزر. أسس جريدة اللواء 1900. مين اللي أسس جريدة اللواء 1900؟ مصطفى كامل. مصطفى كامل أسس جريدة اللواء عام 1900. أنشأ محمد علي في بولاق لطباعة الكتب. إيه اللي أنشأ محمد علي في بولاق لطباعة الكتب؟ هي المطبعة
الأميرية. يبقى المطبعة الأميرية أنشأها محمد علي في بولاق لطباعة الكتب. خضوع مصر المطلق للحماية البريطانية دي معناها إيه؟ هي بسيطة، الحماية البريطانية. يبقى الحماية البريطانية هي خضوع مصر المطلق، ومصر خاضعة تحت الحكم الإنجليزي، هي دي الحماية البريطانية. نظام طبقه محمد علي اقتصاديا ممثلة في محمد علي بتحديد قيمة المنتجات، وده نظام الاحتكار. جزيرة نفي إليها سعد زغلول في المرة الأولى. سعد زغلول اتنفى المرة الأولى إلى جزيرة مالطا. معاهدة دولية فرضت على محمد علي من الدول الأوروبية خشية من نفوذه، معاهدة لندن. نيجي بعد كده على سؤال تاني، صوب ما تحته خط. نبدأ لو النقطة معانا. لإخضاع الحجاز لنفوذه تحالف علي بك الكبير مع محمد بك والدهب. الغلط في الجملة، لا، تحالف علي بك الكبير مع الشيخ ظاهر العمر، مش محمد بك والدهب، الشيخ ظاهر العمر. قامت انجلترا بنفي عرابي بعد احتلالها مصر الى جزيرة مالطا. لا، عرابي اتنفى الى جزيرة سيلان. شد خط تحت مالطا كده، دي غلط، اتنفى لجزيرة سيلان. قائد المماليك في موقعة الريدانية قنصوة الغوري، لا غلط. قائد المماليك في موقعة الريدانية تومان باي. تمكن السلطان سليم الأول من هزيمة البيزنطيين في موقعة جلديران 1514. لا، السلطان سليم الأول تمكن من هزيمة الصفويين في موقعة جلديران 1514. تمكن العربيون من صد الهجمات البريطانية عند مدينة قصاصين. لا، عند مدينة كفر الدوار، مش قصاصين، كفر الدوار. نجح محمد بك أبو الدهب في الانفراد بحكم مصر عام 1768. مش محمد بك أبو الدهب نجح بالانفراد في حكم مصر، ده علي بك الكبير. طالبت مظاهرة عابدين بإسقاط حكومة شريف باشا. شد خط تحت شريف باشا كانت حكومة رياض باشا. انتصر العثمانيون على المماليك في أغسطس 1516 في معركة شبرخيت. لا، العثمانيين انتصروا على المماليك في أغسطس 1516 في معركة مارج دابق. عين الخديوي توفيق رياض باشا رئيسا للحكومة بدلا من شريف باشا. لا، خديوي توفيق عين محمود سامي البارودي رئيسا للحكومة بدلا من شريف باشا. أصبح حكم مصر وراثيا في أكبر أبناء محمد علي بموجب تسوية لندن 1840. لا، أصبح حكم مصر وراثيا بموجب فرمان 1841. تراوحت مدة بقاء الوالي من سنة ل5 سنوات. لا، شد من سنة ل5، يعني من سنة ل3 سنين. نجح محمد علي في القضاء على الحركة الوهابية في السودان. الحركة الوهابية كانت في الجزيرة العربية، يبقى نجح محمد علي في القضاء على الحركة الوهابية في الجزيرة العربية. صدرت صحيفة الأهرام في عهد محمد علي. لا، الصحيفة اللي صدرت في عهد محمد علي هي صحيفة الوقائع المصرية. انتصر سليم الأول على الصفويين في معركة مارج دابو. لا، انتصر سليم الأول على الصفويين في معركة جلديران. حمل الحكم العثماني في طياته عوامل قوة. لا، حمل الحكم العثماني في طياته عوامل ضعف. نتيجة توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني نتجت مواجهة الحروب الوهابية. شد خط تحت الحروب الوهابية. لا، هي نتيجة توتر العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني نتجت مواجهة حروب الشام، مش الحروب الوهابية. ننقل بعد كده على السؤال اللي بعده. لو زهقت أو كده قوم كده اشرب كوباية مية وفوق كده، صلي ركعتين لله وارجع كمل كده، وبإذن الله الامتحان هيبقى معاك حلو ومش هيخرج بره الأسئلة دي. شوف السؤال اللي بعده. لمن تنسب الأعمال الآتية؟ أول سؤال معانا، أسس مجلس شورى النواب الذي يعد بداية المؤسسات النيابية في مصر. مين اللي أسس مجلس شورى النواب؟ الخديوي إسماعيل. تولى الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر. اللي تولى الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر هو مين؟ أصدر اللائحة الساعدية في أغسطس 1858. يا جدع ده أنت لو مش مذاكر من الاسم كده هتعرف إن هو سعيد باشا. حاكم الإسكندرية الذي قاوم الحملة الفرنسية محمد قريب. جعل مدة الخدمة العسكرية سنة إجبارية للجميع. مين اللي عمل كده؟ سعيد باشا. السؤال اللي بعده، قام بمقاومة الحملة الفرنسية في عكا بمعاونة جنوده بعد مذبحة يافا. مين ده؟ أحمد باشا الجزار. تولى رئاسة الوزارة المختلطة عام 1878. نبار باشا هو اللي تولى رئاسة الوزارة المختلطة عام 1878. زعيم ثورة القاهرة الثانية مارس 1800. اللي تولى زعامة ثورة القاهرة الثانية عمر مكرم. أصدر مرسوم بإنشاء صندوق الدين عام 1876. الخديوي الإسماعيلي هو اللي أنشأ أو أصدر مرسوم بإنشاء صندوق الدين. الكلام ده كان إمتى؟ عام 1876. قام بقتل كليبر قائد الحملة الفرنسية سليمان الحلبي. دعا لإنشاء نقابات العمال.
مين اللي دعا كده؟ محمد فريد. قاد الحملة الفرنسية للشام نابليون بونابرت. يبقى اللي قاد الحملة الفرنسية للشام نابليون بونابرت. طلب بالجلاء والدستور وأصدر جريدة اللواء عام 1900. مين اللي عمل كده؟ مصطفى كامل. جاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ أثناء ثورة مارس. دي خلاص معروفة، محمد علي هو اللي جاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ عشان يكسب حبهم وتعاطفهم، وإن هو الراجل المنقذ بقى اللي جاي يساعده. كان مؤازرا للحركة الوطنية في بداية حكمه، ثم تحول إلى موالاة الاحتلال البريطاني. مين ده؟ عباس حلمي الثاني. يبقى اللي كان مؤازر للحركة الوطنية في بداية حكمه وبعد كده تحول واتجه بقى من اتجه لموالاة الاحتلال البريطاني، عباس حلمي الثاني. أصدر فرمان يوليو يتضمن عزل خورشيد باشا. مين ده؟ طالما فرمان خلاص السلطان العثماني. دعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان 1899. مين اللي دعا لكده؟ مصطفى كامل. نقيب الأشراف وكان سبب في تولية محمد علي. مين نقيب الأشراف اللي كان سبب في تولية محمد علي؟ عمر مكرم. قاد الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد. الإجابة هي محمد فريد. محمد فريد هو اللي قاد الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد. قائد الحملة البريطانية على مصر مارس 1807 فريزر. أعلن نفسه ملكا على مصر في مارس 1922. مين اللي أعلن نفسه ملكا على مصر في مارس 1922؟ فؤاد الأول. يبقى الإجابة فؤاد الأول. أرادت بريطانيا توليته الحكم وكان حليفها. مين اللي كانت بريطانيا عايزاه يتولى الحكم وكان حليف ليها؟ محمد بيك الألفي. الإجابة هي محمد بيك الألفي. وزير الخارجية البريطاني الذي تفاوض مع عدلي يكن كيرزون. يبقى وزير الخارجية البريطاني اللي تفاوض مع عدلي يكن مين؟ كيرزون. قابلت وزارته سحب الجيش المصري من السودان عام 1924. وزارة مين؟ وزارة زيور باشا. شكل أول وزارة برلمانية في مصر في يناير 1924. مين اللي عمل كده؟ مين اللي شكل أول وزارة برلمانية في مصر في يناير 1924؟ الإجابة هي سعد زغلول. أدار المفاوضات مع الإنجليز وانتهت بالتوقيع على معاهدة 1936. من اللي أدار وقاد المفاوضات مع الإنجليز؟ مصطفى النحاس. أرسلت الحكومة البريطانية لإقناع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية. الحكومة المصرية أرسلت مين لإقناع الشعب المصري بقبول الحماية على مصر؟ أرسلت ميلر. شكل وزارة جديدة قامت بإلغاء دستور 1923 ووضع دستور 1930. مين ده؟ إسماعيل صدقي. طالب بجعل التعليم إلزاميا وبالمجان في المرحلة الابتدائية. مين اللي طالب بكده؟ محمد فريد. يبقى محمد فريد هو اللي طالب بجعل التعليم إلزامي ومجاني في المرحلة الابتدائية. المعتمد البريطاني الذي رفض مطالب الوفد المصري في نوفمبر 1918 السير ويلكت. يبقى المعتمد البريطاني اللي رفض مطالب الوفد المصري في نوفمبر 1918 السير ويلكت. المعتمد البريطاني الذي تم تعيينه خلفا لوينجت الجنرال اللينبي. ناخد بقى شوية أكمل كده خفاف. يلا السؤال اللي بعده. أكمل العبارات الآتية. أغلقت معظم المدارس في عهد عباس الأول. أصدر سعيد باشا اللائحة الفلاحين تجعلهم ملاكا للأراضي الزراعية. أصدر سعيد باشا اللائحة السعيدية. تنازلت الحكومة المصرية عن المطلوبة لإنشاء القناة وترعة الإسماعيلية. تنازلت الحكومة المصرية عن الأراضي المطلوبة لإنشاء القناة وترعة الإسماعيلية. تم البدء في إنشاء أول نقط بين القاهرة والإسكندرية في عهد عباس باشا. تم البدء في إنشاء أول خط للسكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية في عهد عباس باشا. منح نقط ديليسيبس امتياز تأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس. مين اللي ادى ديليسيبس الامتياز لتأسيس شركة عامة لحفر قناة السويس؟ منحها سعيد باشا. أرسل الخديوي إسماعيل عدة حملات حربية للأقاليم الاستوائية لمنع تجارة الرقيق. تجارة إيه؟ الرقيق. تم في عهد الخديوي تعيين مراقبين أجانب، أحدهم بريطاني المصروفات وآخر فرنسي الإيرادات. ده كان في عهد مين؟ كان في عهد الخديوي إسماعيل. تم تشكيل وزارة والتي عرفت بالوزارة المختلطة 1878. اللي عرفت بالوزارة المختلطة وزارة نوبار باشا. استشهد الضابط بميدان القتال في معركة التل الكبير. استشهد الضابط محمد عبيد. طالبت المذكرة المشتركة الثانية 25 مايو 1882 بإبعاد خارج البلاد. المذكرة المشتركة الثانية طلبت بإبعاد أحمد عرابي خارج البلاد.
من نتائج مظاهرة عابدين 9 سبتمبر 1881 عزل وزارة نقط. من نتائج مظاهرة عابدين عزل رياض باشا. وزارة عابدين 9 سبتمبر 1881. وزارة محمود سامي البارودي التي شكلت عام 1882 أطلق عليها وزارة نقط. أطلق على وزارة محمود سامي البارودي اللي اتشكلت عام 1882 بوزارة الثورة. تمكن العربيون من صد هجمات القوات البريطانية عند مدينة نقط. العربيون تمكنوا من صد الهجمات القوات البريطانية عند مدينة كفر الدوار. مدينة إيه؟ كفر الدوار. قامت إنجلترا بعد احتلالها القاهرة بمحاكمة عرابي ونفيه إلى جزيرة نقط بالهند. قاموا بنفيه إلى جزيرة سيلان بالهند. أسس مصطفى كامل جريدة نقط عام 1900. أسس مصطفى كامل جريدة اللواء عام 1900. تم إبرامه بين إنجلترا وفرنسا ونص على انفراد إنجلترا بحكم مصر وفرنسا بحكم مراكش. ده الإيه؟ نقط ده إيه؟ ده الاتفاق الودي. الاتفاق الودي ده بين إنجلترا وفرنسا، وبموجب الاتفاق ده إنجلترا تاخد مصر وفرنسا تاخد مراكش. استغل مصطفى كامل حادثة نقط عام 1906. خلاص على طول كده مصطفى كامل وحادثة 1906 حادثة دونشواي. أسفرت جهود مصطفى كامل عن استقالة اللورد نقط بعد حادثة دونشواي. أسفرت جهود مصطفى كامل على استقالة اللورد كرومر. دعا الزعيم الوطني مصطفى كامل إلى نشر التعليم، وتبلور ذلك في إنشاء نقط عام 1907. تبلور ذلك في إنشاء الجامعة المصرية. اهتم الزعيم محمد فريد بإنشاء النقابات نقط. محمد فريد اهتم بإنشاء النقابات العمالية. أدت تحركات نقط إلى إفشال مشروع مد إنجلترا امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى. أدت تحركات محمد فريد. قامت إنجلترا بنفي سعد زغلول إلى جزيرة نقط مارس 1919. سعد زغلول اتنفى في مارس 1919 إلى جزيرة إيه؟ مالطا. أعلن الرئيس الأمريكي نقط حقوق الشعب في تقرير مصيره. مين اللي أعلن كده؟ اسمه إيه؟ كان اسمه ويلسون. أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون. تشكلت أول وزارة برلمانية في مصر عام 1924 برئاسة سعد زغلول. تم عرض قضية مصر على نقط عام 1947. قضية مصر اتعرضت على مجلس الأمن 1947. أنشأ محمد علي مدرسة عسكرية في نقط. محمد علي أنشأ مدرسة عسكرية في أسوان. الطبقة التي ظهرت كقوة اجتماعية مستقرة في عهد محمد علي نقط. الطبقة اللي ظهرت كقوة اجتماعية في عهد محمد علي هي طبقة البدو. فرضت الدول الأوروبية على محمد علي اتفرض عليه معاهدة لندن. الاثنين اللي بعد كده على سؤال بما تفسر. وأول سؤال معانا بما تفسر التدهور الزراعي في مصر في عهد الدولة العثمانية. ليه كان في تدهور زراعي في مصر في عهد الدولة العثمانية؟ ده بسبب كذا حاجة. أول حاجة إثقال الفلاحين بالضرائب. رقم 2 إهمال شؤون الري والزراعة. تالت حاجة ظلم الملتزمين في جمع الضرائب. يبقى بما تفسر التدهور الزراعي في عصر الدولة العثمانية ترد وتقول إثقال الفلاحين بالضرائب. 2 إهمال شؤون الري والزراعة. 3 ظلم الملتزمين في جمع الضرائب. السؤال بعد كده بدأت الأزمة المالية منذ عهد سعيد باشا. بما تفسر لأنه بدأ الاقتراض من الدول الأوروبية وبدأ بقى يستلف من بيوت المال الأوروبية. السؤال اللي بعده تدهور التجارة الداخلية لمصر. بما تفسر وده بسبب تدهور الزراعة والصناعة، وكمان عدم الاهتمام بالطرق البرية، وبرضه بسبب غارات البدو المتلاحقة سواء على القوافل التجارية أو هكذا. السؤال اللي بعده لم يكن خلفاء محمد علي على شاكلته من حيث القوة والوعي. بما تفسر لأن سياستهم دي أدت إلى التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية. اللي بعد حمل نظام الحكم العثماني في طياته عوامل ضعف. بما تفسر بسبب أول حاجة كسر مدة حكم الوالي، وكمان زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية، ومش بس كده ده تطلع المماليك كمان للانفراد بالحكم. يبقى دي كلها أسباب خلت النظام الحكم العثماني يبقى في طياته عوامل ضعف. السؤال اللي بعده إقالة الخديوي إسماعيل للوزارة المختلطة عام 1879. بما تفسر بسبب انتقاده للحركة الوطنية في مصر، وده شجعه على عزلها وإصدار مرسوم إبريل 79. السؤال اللي بعده فشل حركة علي بيه الكبير. ليه حركة علي بيه الكبير فشلت؟ بما تفسر بسبب انحياز قائده محمد بك أبو الدهب إلى الدولة العثمانية. اللي بعد خضوع توفيق منذ بداية حكمه للأجانب، لأن توفيق أدرك ساعتها مدى قوة وتسلط النفوذ الأجنبي في مصر. هزيمة المماليك أمام القوات الفرنسية. بما تفسر ده بسبب التفوق العسكري للفرنسيين. كنا عارفين بقى المماليك كانت أسلحتهم مبدئية والفرنسيين أسلحة ثقيلة.
ومعدات حديثة، وكمان نزاع المماليك المستمر على السلطة وما كانش فيه استقرار داخلي ساعتها. يبقى بما تفسر استقالة وزارة محمود سامي البارودي احتجاجا على قبول الخديوي المذكرة المشتركة الثانية. اللي بعده، فشلت قوات الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. بما تفسر، وده لأن أهالي الصعيد اتبعوا حرب اللي قلنا عليها، حرب المناوشات. وحرب المناوشات دي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. يبقى بما تفسر، فشل قوات الحملة الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات التي أنهكت قوة الفرنسيين. اللي بعد، بما تفسر استقالة وزارة شريف باشا يناير 1881. وزارة شريف باشا استقالت بسبب إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية. فشل نابليون بونابرت في دخول عكا 1799. بما تفسر، بسبب استفسال أهلها في الدفاع عنها بقيادة حاكمها أحمد باشا الجزار. وبعد اللي شافوا اللي حصل في يافا وعاملين كل جهودهم إن هم يدافعوا عن المدينة. وكمان بسبب مساعدة إنجلترا بالسلاح عن طريق البحر ليهم. إنجلترا تساعدهم مش حبا فيهم، تساعدهم بس عشان هم ضد الحملة الفرنسية. اللي بعده، تخلي فرنسا عن تأييد مصطفى كامل. بما تفسر، بسبب عقد الاتفاق الودي مع إنجلترا عام 1904. يبقى تخلي فرنسا عن تأييد مصطفى كامل ده بسبب عقد الاتفاق الودي مع إنجلترا 1904. حملة فريزر على مصر 1807. بما تفسر، الحملة دي كان جاية إيه؟ لخلع محمد علي وتعيين حليف إنجلترا ساعتها محمد بيك الألفي. السؤال اللي بعده، تدهور التعليم في ظل الاحتلال البريطاني. بما تفسر، ده لأنهم أهملوا التعليم وكمان خلوا مصروفاته عالية، وتم حصر التعليم على فئة معينة وفئة قليلة لتخريج موظفين للعمل بالمصالح الحكومية. يبقى بما تفسر تدهور التعليم في ظل الاحتلال البريطاني ده لأنهم أهملوا التعليم وجعلوه مصروفات مرتفعة، وتم حصره على فئة قليلة لتخريج موظفين يشتغلوا في المصالح الحكومية. اكتسب محمد علي الثقة وعطف زعماء الشعب المصري عام 1804. بما تفسر، ده لأن محمد علي ساعتها زي ما قلنا كذا مرة جاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ واختلط بالأهالي الساقطين، وتعهد كمان للعلماء إن هو يبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس. استقالة اللورد كرومر من منصبه. بما تفسر، ده بسبب تنديد مصطفى كامل بفظائع الاحتلال بعد حادثة دون شوي. ثورة الشعب المصري مارس 1804. بما تفسر، ثورة الشعب المصري مارس 1804 وده بسبب قيام الولاة بفرض الضرائب على المصريين، وده أدى إلى زيادة غضب المصريين. رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة منه. بما تفسر، حتى لا تسقط التوكيلات المعطاة لسعد زغلول والوفد المصري. رفض الشعب المصري التفاوض مع لجنة منه ده بسبب حتى لا تسقط التوكيلات اللي معمولة لسعد زغلول وللوفد المصري. اهتمام محمد علي ببناء القوى العسكرية. بما تفسر، اهتمام محمد علي ببناء القوى العسكرية وده عشان يحقق توسعاته واستقلال بحكم مصر عن الدولة العثمانية، وكمان عشان يبني الدولة الحديثة. تضمن دستور 1923 بعض المبادئ الإيجابية. بما تفسر، الدستور ده كان خطوة في تقرير مبدأ إن الأمة مصدر السلطان، حيث إن الدستور ده وضع نهاية للحكم المطلق وأقر مبدأ المساواة بين جميع المصريين واحترم الحريات العامة. عشان كده يبقى في دستور 1923 ده كان فيه بعض المبادئ الإيجابية. نظم محمد علي الاقتصاد المصري على أساس الاحتكار. بما تفسر، ده عشان يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية ويكون منافس لغيره من الدول. قضى على سعد زغلول وزملائه في مارس 1919 ونفيهم إلى مالطا. بما تفسر، لأن الوفد المصري كان ممثلا للأمة في سعيها للاستقلال عن الاحتلال البريطاني، يبقى اتقبض عليهم وفي مارس 1919 واتنفوا لمالطا لأنهم كانوا ممثلين للأمة وكانوا بيسعوا للاستقلال عن الاحتلال البريطاني. توتر العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني بعد حرب اليونان. بما تفسر، ده بسبب تفاوض محمد علي على القوى الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش من مورد، وكمان تصميمه على الانفصال والاستقلال بحكم مصر. دي أسباب أدت إلى توتر العلاقة بينه وبين السلطان العثماني. اهتمام سعيد باشا بإصلاح أحوال الفلاحين. بما تفسر، لأنه أصدر اللائحة السعيدية. اللائحة السعيدية دي اللي بمقتضاها أصبح للفلاح حق في توريث الأراضي الزراعية. تدخل التجارة الخارجية في مصر بين فترة الحكم العثماني، وده بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، ويزود عليها دي كمان بسبب الامتيازات الأجنبية. وجه الخديوي إسماعيل عدة حملات حربية للإقاليم الاستوائية. بما تفسر، عشان الخديوي الإسماعيلي كان عايز يسيطر على منابع النيل وعايز كمان يتوسع في الجنوب، وكان بيسعى برضه للقضاء على تجارة الرقيق. تفاقم الأزمة المالية في عهد إسماعيل. بما تفسر، تفاقم الأزمة المالية في عهد إسماعيل وده لأنه توسع في سياسة الاقتراض
والهدايا اللي كان بيقدمها للسلطان، وحفل افتتاح قناة السويس اللي صرف فيه كميات مهولة، وكمان برضو الامتيازات الأجنبية. بما تفسر الحملة الفرنسية على الشام 1799. الحملة الفرنسية دي للتحالف الدولة العثمانية مع روسيا وانجلترا لإخراج الحملة الفرنسية، وكانوا بيسعوا إن هم يواجهوا الجيش ده قبل إن هو يصل إلى مصر. بما تفسر كانت شروط حفر قناة السويس ظالمة المصريين، ده لأنها أعطت حق الامتياز لشركة القناة لمدة 99 سنة، وكمان أعطت حق انتزاع أملاك الأهالي في المنطقة اللي بتمر بيها القناة. وبعد ده كله مصر خدت نسبة 15% من الأرباح، نسبة 15% من الأرباح بس. بما تفسر تخلص محمد علي من المماليك لأنه كان على طول شايف إن هم مصدر قلق ومصدر فوضى ليه. بما تفسر تقدم الزراعة في عهد محمد علي، دي لعدة أسباب. أول حاجة لأنه اهتم بالتعليم الزراعي. رقم 2 أدخل محاصيل جديدة. رقم 3 ألغى نظام الالتزام. رقم 4 استخدم الخبراء في الزراعة واستخدم خبراء في الزراعة. آخر حاجة زود الفلاحين بكل اللي هم محتاجينه في الزراعة، كل اللي انتوا محتاجينه تاخدوه بس تزرعه. بما تفسر معارضة الشعب المصري للدستور 1930، ده لأنه أعطى الملك مزيد من السلطات. ترد تقول بقى الإجابة لأنه أعطى الملك مزيد من السلطات وأهدر سلطة الأمة وحقوقها. بما تفسر معارضة الشعب المصري للدستور 1930 لأنه أعطى الملك مزيد من السلطات وأهدر سلطة الأمة وحقوقها. تعتبر ثورة 1919 ثورة شعبية شاملة. تعتبر ثورة شعبية شاملة لأن اشترك في الثورة دي جميع طوائف الشعب كلهم جنب بعض، والثورة دي شهدت مشاركة المرأة للمرة الأولى في التظاهرات. بما تفسر مجيء بعثة كييف إلى مصر ديسمبر 1875. البعثة دي جاءت استجاب لطلب الخديوي إسماعيل من بريطانيا بإيقاد موظف كفء لدراسة الحالة المالية لمصر. بما تفسر قيام الثورة العربية. قامت الثورة العربية بسبب زيادة النفوذ الأجنبي والتدخل الأجنبي في شؤون مصر نتيجة القروض، وفقدان مصر نصيبها من أسهم قناة السويس، وكمان سوء الأحوال الاقتصادية في عهد وزارة رياض. بما تفسر فشل الثورة العربية ده بسبب عدم تكافؤ القوى العسكرية بين قوات الاحتلال البريطاني من ناحية وقوات المصريين من ناحية. ما كانش في تكافؤ بينهم بحيث القوى العسكرية. وكمان أصدر السلطان العثماني إعلان بعصيان عرابي، وكمان تواطؤ إدارة شركة قناة السويس مع الجيش البريطاني وخيانة الخديوي. دي كلها أسباب أدت إلى فشل الثورة العربية. توسع انجلترا في زراعة القطن في مصر، ده بسبب توفير المواد الخام اللازمة للمصانع البريطانية. خلصنا بما تفسر. نتنقل على حاجة تانية خفيفة برضو. ما النتائج المترتبة على سياسة العزلة اللي فرضها العثمانيون على مصر؟ ترتب على ذلك ان مصر عانت حالة من الجمود والتخلف. بس مش عايز منك اكتر من كده. يعني النتائج المترتبة على سياسة العزلة اللي فرضها العثمانيين على مصر، عانت مصر حالة من الجمود والتخلف. ما النتائج المترتبة على سياسة الاقتراض التي اتبعها الخديوي إسماعيل؟ ترتب على ذلك زيادة وتفاقم الأزمة المالية وازدياد التدخل الأجنبي في شؤون البلاد. اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. ترتب على ده إيه؟ ترتب على ده تدهور الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك وضعفها وانهيارها. قيام الحركة الوطنية في مصر بتوجيه الانتقادات للوزارة المختلطة. ترتب على ده إن ده شجع الخديوي إسماعيل على إقصاء الوزيرين الأجنبيين من الوزارة، وأصدر مرسوم في إبريل 79 بتسوية الديون طبقا لما قررته اللائحة الوطنية. ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية على مصر من الناحية العلمية؟ ركز في النقطة دي، من الناحية العلمية. ترتب على ذلك إنشاء المجمع العلمي وتأليف كتاب وصف مصر ودراسة شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. وآخر حاجة اكتشاف حجر رشيد. إصدار سعيد باشا اللائحة السعيدية عام 1858. ترتب على ذلك إيه؟ أصبح للفلاحين حق في توريث الأراضي الزراعية. يبقى نتائج مترتبة على إصدار سعيد باشا اللائحة السعيدية 1858 أصبح للفلاحين حق في توريث الأراضي الزراعية. الحملة الفرنسية في مجال الصحة العامة. ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية في مجال الصحة العامة؟ ترتب على ده إيه؟ إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. بس هو ده اللي أنا عايزه منك. يبقى ما النتائج المترتبة على الحملة الفرنسية في مجال تحديد الصحة العامة؟ ترتب على ذلك إنشاء المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. ما النتائج المترتبة على حادثة قصر النيل يناير 1881؟ ترتب على ده استجابة الخديوي لمطالب الضباط وعزل عثمان رفقي وتعيين مكانه البارودي. ما النتائج المترتبة على اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة ضد الحملة الفرنسية؟ ترتب على ده إلى فشل نابليون في إخضاع أهالي الصعيد.
فشل، معرفش يسيطر عليه. إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية عام 1882 ترتب على ده إيه؟ استقالة وزارة شريف باشا. بس يبقى ترتب على إصرار مجلس النواب على مناقشة الميزانية 1882 ترتب على ده إيه؟ استقالة وزارة شريف باشا. مذبحة القلعة عام 1811. ما النتائج المترتبة على مذبحة القلعة 1811؟ تخلص محمد علي من خطر المماليك وانفرد تماما بحكم مصر. عقد مؤتمر الاستانة بالنسبة للمسألة المصرية. ترتب على ده إيه؟ ترتب على ده إن كل الدول العظمى اتفقت اللي محدش ينفرد بالشأن المصري إلا للضرورة القصوى، وإرسال الدولة العثمانية الجيش لحفظ الأمن داخل مصر. تنديد مصطفى كامل بحادثة دونشواي. ترتب على ده عزل اللورد كرومر وإنشاء الحزب الوطني. فرض الولاية العثمانيين الضرائب الباهظة على المصريين 1804. ترتب على ده قيام الشعب المصري بثورة ضد الولاة وتم قتل بعضهم وظهر محمد علي. عقد الاتفاق الودي عام 1904. ترتب ده على تخلي فرنسا عن تأييدها لمصطفى كامل. ضم محمد علي للسودان. ترتب على ده كذا حاجة. أول حاجة إنشاء مدينة الخرطوم. رقم 2 اكتشاف منابع النيل. رقم 3 امتداد النفوذ المصري إلى جنوب السودان. السؤال اللي بعده، ما النتائج المترتبة على السياسة الاقتصادية للإنجليز في مصر؟ وجدت طبقة من كبار الملاك والأعيان استفادت من السياسة دي. يبقى النتائج اللي ترتبت على السياسة الاقتصادية للإنجليز في مصر بقى في طبقة من كبار الملاك استفادوا من السياسة دي. إدراك الدول الأوروبية خطورة محمد علي على التوازن الدولي. ترتب على ذلك أدى ذلك إلى تحالف الدول الأوروبية ضده وقاموا بفرض عليه معاهدة لندن. اغتيال سيرلستاك. ترتب على ده إيه؟ ترتب على ده إنذار المندوب السامي البريطاني اللورد لينبي الحكومة المصرية بسحب الجيش المصري من السودان، وهو ما أدى إلى استقالة سعد زغلول. حروب محمد علي في اليونان من 1821 ل 1828. ترتب على ده ايه؟ ترتب على ده تدمير الاسطول المصري وارتفاع مكانة مصر الدولية وتوتر العلاقات بين السلطان العثماني ومحمد علي. توقيع معاهدة 1936. ترتب على ده ايه؟ ترتب على ده انضمام مصر لعصبة الامم المتحدة، الكلام ده كان عام 1937، والغاء الامتيازات الاجنبية وحرية مصر في عقد المعاهدات اللي هي عايزاها. هزيمة الجيوش المملوكية امام العثمانيين. ترتب على ده اصبحت بعدها مصر والشام تحت الحكم العثماني. صدور تصريح 28 فبراير 1922 على الصعيد الخارجي. ما النتائج المترتبة على صدور تصريح 28 فبراير عام 1922 على الصعيد الخارجي؟ عودة منصب وزير الخارجية المصري. ركزوا في السؤال ده، عودة منصب وزير الخارجية المصري. ما النتائج المترتبة على مذبحة يافا البشرية؟ ترتب على ذلك استرسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار. ما كانش عايز يحصل فيهم زي اللي حصل في يافا. آخر سؤال، ما النتائج المترتبة على حملة فريزر على مصر؟ ترتب على ذلك فشلت حملة فريزر ورحلت عن مصر وتم الإفراج عن الأسر. الحمد لله نكون كده خلصنا أسئلة التاريخ. يا ريت بس بالله عليكم وانتوا بتراجعوا تكونوا مركزين قبل ما تقعدوا تذاكروا كده وخلاص، تكونوا مشغلين دماغكم. نظام الامتحانات دلوقتي بيبقى مركز على الفهم أكتر ما مركز على الحفظ، وبإذن الله الامتحان مش هيخرج عن الأسئلة اللي احنا قلناها دي، وبالتوفيق إن شاء الله. كان معاكم مستر أحمد جمعة، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير واشتراك في القناة.